انا عايز اسالكوا سؤال مهم جدا جدا جدا. ايه وصفك لموسم الفانتزي السنه دي؟ ايه الوصف اللي ممكن تقوله على الموسم ده؟ انزل في الكومنتات دلوقتي حالا واكتب كلمه واحده تعبر عن الموسم ده. كلمه كارثي بقى، كلمه سيء، كلمه خازوقي، اكتب اللي انت عايزه. موسم يا جماعه غريب وعجيب حرفيا. ده انا هقول لك حاجه دلوقتي هتوضح لك قد ايه الموسم ده كارثي بأتم معنى الكلمه. والله مالك ذنب ان النقط بتاعتك وحشه، ولا انا ليا ذنب. انا عارف اني بعمل سوالف وهنتكلم عنها دلوقتي وهنتكلم عن كل حاجه، ولكن معلش يا شباب، في كل المواسم، وهاخد موسم مثلا كده من 3 سنين لما هالاند جه البريمير ليج. الموسم ده قبل ما يبدا قعدنا نقول دلوقتي عندنا هالاند غالي وصلاح غالي وهاري كين غالي، هنجيب مين من الثلاثه؟ وتجيبها يمين تجيبها شمال، تلاقي نفسك مستحيل تجيب الثلاثه، يا اما تبوظ بقى التشكيله. طب هو انت ليه عايز تجيب الثلاثه؟ يعني ليه اصلا بنبقى عايزين نجيب الثلاثه؟ ليه الموسم ده كنا مثلا عايزين نبدا بصلاح وهالاند ويعني وساكا وبالمر مع بعض كمان الاربعه؟ ليه؟ ايه الفكره؟ لان اللعيبه دي يا جماعه هي مش غاليه وخلاص، اللعيبه دي هي غاليه عشان اصلا متوقع كل جوله تجيب نقط، المفترض ان كل جوله تشتغل. ايه اللي بيحصل بقى؟ ان الموسم ده يا شباب وبعد مرور 24 جولة، 24 جولة يا شباب حتى الان عدت في البريمير ليج، كم لاعب من اللعيبه البريميوم دول عدى ال 100 نقطة؟ بتتكلم اكتر 10 لعيبة غالية في اللعبة، اكتر 10 لعيبة غالية في اللعبة 3 منهم بس معديين ال 100 نقطة: فودن، برونو، هالاند. بس اقفل. ايه ده؟ يعني معلش انا هقول لك جوي كريز، ايزاك بقى وبالمر، ويعني في كتير انا ناسيهم، اكيد ناسيهم دلوقتي ان هم كتير. يعني اللعيبه ال10 دول هم كتير، هم 10 بس مش هفتكرهم كلهم. يا شباب الموسم ده من كتر سوقه هتلاقي نفسك بدأت خلاص تتعود على الخوازيق. وبرضه خد بالك الموسم سيء سوء غير طبيعي لسبب، لسه كنت بتكلم مع محمود اخويا في الحوار ده. هنقارن بينه وبين الموسم اللي فات. الموسم اللي فات ويسا في برنتفورد متألق، امبويمو في برنتفورد متألق، ايزاك في نيوكاسل متألق. عندك برضو يا شباب في ناس تانية ناسيها حاليا، والله في، انا قلت كذا حد كده والمهم ان انا نسيت دلوقتي الباقي. بالمر كان متألق، وساكا ما كانش بيقعد دكة، وكان في مهاجم لارسنال اللي هو هافرز فكنا ممكن نعتمد عليه. كان كل ده موجود، كان كل ده شغال، كان كل ده بنجيبه، كان كل ده بيتألقوا. الموسم ده ساكا بيقعد دكه، بالمر عمال يتصاب، مفيش مهاجم في تشيلسي، مفيش مهاجم يعتبر في ارسنال برضه. ماتيتا الموسم اللي فات كان كويس جدا مع سار وايزي، السنه دي مفيش خالص يا شباب. واتكنز الموسم ده كمان بيقعد دكه، وكمان ابراهام جاله. ما طبيعي، طبيعي الموسم يكون في غايه السوء، طبيعي تكون انت مش طايق الموسم بقى. ما هو اللعيبه كلها بتبلانك، والمصيبه الكبرى ان يقول لك ايه، استنى على اللاعب. ايوه ماشي، استنيت على اللاعب، ايه ده؟ خذلك؟ استنى تاني يا عم، خذلك تاني؟ معلش مش من جولتين، لازم تستنى 3 و4. خذلك تالت؟ استنى الرابعة. لو خذلك يا عم الرابعة عشان يبقى عملت اللي عليك، لو خذلك الرابعة يبقى بيعه. خذلك الرابعة بس طلع عندك في تغيير كده مهم لازم تعمله في التشكيلة، والواد ده عنده ماتش سهل شوية، فبتستنى عليه الماتش الخامس. خلاص بقى انت جبت اخرك لانه برضه بلانك الماتش الخامس، تقوم بايعه يشتغل. وعد بقى اتياجو، بوين، انا معيش بوين بس تياجو حصل معاه نفس الحوار، وبوين نفس الحوار، وحوارات. اقول لك حاجه، ان في ناس اتلسعت من الحوار ده، فقالت والله ما انا بايع فودن غير اما يشتغل بقى. وفودن مفيش فايده، مفيش فايده. وطالما جبنا سيره فودن نجيب سيره هالاند. فودن وهالاند دكه. تعال بقى نتكلم في الحوار ده. النهارده بيحصل حاجه كارثيه بقى تم معنى الكلمه على تويتر يا جماعه في مجتمع الفانتزي. حاجه كارثيه. في واحد كان على طول بيسرب تشكيله السيتي، قبل كده توقف فتره، ولكن قبل كده كان بيسرب تشكيله السيتي. فالراجل ده عنده متابعين كتير، عشرات الالاف من المتابعين، كسبهم كلهم بسبب ان هو بيعمل تسريبات صحيحه لمانشستر سيتي. جه النهارده قام حاطط تويته كده على ايه، تويتر، يعني رجاء من كل واحد
معاه تسريب لمانشستر سيتي انه ما يعلنش عنه غير بعد الديدلاين بدقيقه، عشان ده هيبقى كويس للعيبه وكويس لكم برضو انكم تسبقوا في الترتيب اللي هو هيبقى في صالحكم في لعبه الفانتزي. نعم، مش كان انا شفت ناس على تويتر بقى واخده البتاع ده وكوت وبتقول ان هو ايه هيقول لنا ده مين هيلعب ومين مش هيلعب. يا جماعه انتوا مش ترجموا صح والنبي، انا مش طايق نفسي من الواد ده. اللي زود الطين بقى ايه؟ ليزي اف في ال. الراجل ده يا جماعه على تويتر نزل النهارده ان فودن وهالاند دكه. نزل فودن وهالاند دكه، فايه اللي يحصل؟ احنا نبيعه وكده وكل الكلام ده ماشي. شكرا يا عم والله العظيم انك ما سمعتش كلام الراجل ده. الراجل يسكت؟ لا، يكتب لك ده خائن، ده خانة خيانة كبيرة، ده مش عارف ايه، ده مش الناس مسكت التويتة دي. انا مش عارف ادارة الفانتزي متعمدة الحوار ده ولا لا. ما تخلوا الديدلاين بعد ما الماتش ينزل تسريباته. انا شايف كده التسريبات مثلا الساعة 1:15 النهاردة توقيت مصر، 2:15 توقيت مكة المكرمة، خلي الديدلاين 1:30 نشوف التشكيلات، مش التسريبات يا رب، التشكيلات، وبعد كده نقرر هنعمل ايه. لكن اللي بيحصل ده بصراحة يعني هبل، ويعني استخفاف بعقول الناس اللي بتلعب فانتزي. والموضوع النهارده كان مستفز ليا بطريقة انت مش متخيلها بصراحة، كان مقرف جدا 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 جدا. عايز اقول لك ان انا النهارده قلت هالاند متوقع يقعد دكه، والمنطق انه يقعد دكه الا لو جوارديولا عنده راي اخر، ومش عارف هو نزله ليه. كان كسبان 2-0 عادي يا شباب، يعني هو كان محتاج يمسك كوره. هالاند مش هيمسك كوره، هالاند هيجري على الجون، لان هالاند عنده في نص الاسبوع يوم الاربع مباراه مصيريه قصاد جالاتا سراي محتاجين يكسبوا بسكور. بعد كده عندهم مباراه قصاد توتنهام بره ارضه، وبعدها بكام يوم مباراه في نصف النهائي قصاد نيوكاسل، بعدها تاني قصاد ليفربول. ايه ده؟ وراجل مجهد، لا يقعد دكه. ما هو مش قرصة ودن، هو لازم يقعد دكه. فقعد دكه، المشكله ان هو نزل. الفكره الناس شافتني وشافت تغييراتي وقالت لي ابو صلاح انت الموسم ده مش طبيعي، انت في حاجه لابساك. ما هو انا بصراحه بعمل حاجات غريبه، بس عايز اقول لك حاجه. انا عارف اني بعمل كده، ومدرك اني بعمل كده، وفاهم اني بعمل كده، وسايب الريسك او الحبل بتاع الريسك على البحري. ولو انا حبيت اعمل سايب في حاجه هعمل، مش همسك ايدي. انا عايز استمتع. بص، الموسم ده مدخل كونسبت في نفسي وفي دماغي شويه كده من اول الموسم ان دي في الاول والاخر اللعبه، هنصيح وهنتخنق بسبب اللي بيحصل، بس انا عايز استمتع باللعبه دي قدر الامكان. عارف اللي هو امسكها كده اطلع منها كل حاجه، كل متعه فيها ومطلعها. فانا عايز استمتع باللعبه قدر الامكان. فلو انت مشيت جنب الحيط شويه عشان ترتب وتعمل ترتيب كويس، ما هو كابتن هالاند كل ماتش. انا الموسم ده مكابتن غير هالاند في اكتر من 10 جولات تقريبا، وكلهم ما بينفعوش تقريبا. ليه؟ لان مفيش حد بيعمل. ما هو انا لسه قايل لك في اول الحلقه ان اللعيبه فعلا بتبلانك، فهالاند تلاقيه بلانك فعلا، واللاعب بتاعي بلانك. النهارده هالاند بلانك اهو على الدك. صلاح كان هيبلانك لولا الاسيست. انت ابو صلاح بتهبل اصلا ان انا جايب صلاح. قلت لك انا بحب الريسك، وانا ضربت الريسك النهارده في اعلى مستوياته ان اجيب صلاح وكابتنه كمان يا جماعه. لا، في اعلى مستويات. انا كنت عايز بس منه جول واسيست ولا حاجه، وكان ساعتها الواحد يبقى يعني 100 100، والوايلد كارد كده كده الجوله الجايه. ايه ابو صلاح الهبل ده؟ يعني انت بتعمل سالب 12 الجوله اللي بعدها وايلد كارد؟ انت مجنون، انت مجنون، انت هبل. الناس مش فاهمه الفكره. الاربع تغييرات والسالب 12 اللي عملته عباره عن ميني فري هيت. ودي حاجه بقولها على طول لاي حد هتعمل وايلد كارد الجوله الجايه، الجوله اللي بعد الجايه يا ربي. فانت داخل على الجوله الجايه هتجيب لاعب لجوله واحده، لان بعدها عندك وايلد كارد. فلاعب لجوله واحده ممكن تجيب مهاجم ساندرلاند عادي. يعني لو هتعمل وايلد كارد مثلا الجوله اللي بعد الجايه، هات الجوله الجايه مهاجم ساندرلاند بروبي قصاد فريق زي بيرلي، مفيش مشكله خالص. اتمنى تكون فاهمني. فانا لما اروح اجيب نضاي قصاد ليدز كويس جدا نضاي، لما اروح برضه يا جماعه اجيب صلاح قصاد بورنموث اتوقع انه ممكن يعمل حاجه لكن ما عملش. لما اروح اجيب شادي قصاد نوتنجهام فورست هو وتياجو اعتقد كويس جدا. شلت فودن اللي قاعد دكه، شلت هاند اللي قاعد دكه، شلت جوردون اللي مش عاجبني اساسا يا جماعه، وشلت اندرسون وحطيت كالفرت لوين دكه للاسف الشديد. تصدق انا في حاجه غبيه عملتها تقريبا؟ لا مش غبيه، انا بعت هالاند اصلا. كنت المفروض احط هالاند دكه، بس هالاند انا بعته. ايكيتيكا ما لعبش طبعا ونزل جاب لك نقطه.
فانا جايب يا جماعه حتى الان والله ما عارف كم نقطه، انا جايب اهوت يا جماعه مكتوب قدامي 26 نقطه، زود نقطه بونص دوبرافكا ادي 27، زود 3 بونص لواحد زي ويلسون ادي 30. انا جايب 30 نقطه لكن سالب 12 فجايب 18 نقطه، فنزلت 100 وحاجه الف على مركز. بس الفكره برونو فرنانديز هيضرني، لكن لو حصل كلين شيت لفريق زي ارسنال بكره هطلع في الترتيب جامد جدا. لو واحد زي شادي عمل اي حاجه في الماتش بكره هطلع في الترتيب جامد جدا. لو واحد زي نضاي بعد بكره عمل حاجه هطلع في الترتيب جامد جدا. فانا عندي لعبه ديفرنشال زي صلاح النهارده. هتتصدم، استنى هصدمك لان انا بجد يا جماعه مش مستوعب. اخويا جالي من بره قال لي ايه ده ازاي صلاح يا جماعه. هالاند مثلا النهارده برغم ان الراجل قاعد دكه، لان الافكتيف اونر شيب اللي هو الملكيه الفعاله بتاعته 170 180%. واحد مثلا زي تياجو متكابتن من الناس فالملكيه الفعاله بتاعته تقريبا 70%. هو ملكيته عموما حاجه و30، لكن من الفعاله دي اللي هو ايه بالكابتنه بقى والحاجات دي كلها فتلاقيه بقى 70%. هم بيشوفوا حاجه كده معينه خوارزميه معينه. صلاح بقى كام؟ يعني هل صلاح 20 30%؟ اقل 10 اقل 5 اقل، هي بصراحه اقل من 5%. صلاح ما كملش النص في المية، مش ما كملش 1%، ما كملش النص. صلاح النقطه منه بتطلعني تقريبا 40,000 مركز، فانا كنت مستني منه جدا دبل ديجيت 10 نقط مثلا زي ويلسون فيطلعني 400,000 مركز مره واحده، لكنه جاب لي 5 نقط بس مش اكتر وطلعني تقريبا 200,000 مركز. شكرا يا عم صلاح على النقط دي. المهم يا جماعه الجوله في غايه السوء كما كل الجولات، كما كل الجولات. انا مش عايز اصيح وازعق كتير عشان بس ما اقعدش اكح يعني عشان يعني حرام اوجع ودنكم، ولكن معلش ايه بقى الهبل ده؟ في ناس كتير صبرت على جارب بون، الراجل بيبلانك بلانك 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 وحاجه مش فاهم ايه اللي بيحصل ده. يعني الراجل الماتش اللي فات الفريق مسجل جولين وهو ما عملش حاجه، الماتش اللي قبل الفريق مسجل جول وهو ما عملش حاجه. انا مش فاهم اقول لك، مش عارف اقول لك ايه. الفريق يعني مش عارف جه النهارده جول واسيست، وسمرفيل رايح توتنهام، سمرفيل رايح توتنهام بيسجل. فبوم النهارده اشتغل وستان بيكسب بثلاثيه ودخل رابع واتلغى. بيكسب مين؟ ساندرلاند، الفريق قوي دفاعيا. ده دوري مجنون بقى، ده دوري مجنون بقى يا جماعه والله العظيم. طبعا يعني حسره كبيره جدا لاي حد عنده بليراد اخر جولتين، لان اخر جولتين انت كنت متوقع طبعا تلعبوا قصاد كريستال بالاس في ملعبه عادي وتلعبوا قصاد وستام بره ملعبه، ولكن تلاقي بليراد ما بيجيبش نقط. يعني بليراد حتى النهارده يا جماعه الراجل جايب نقطتين بسبب التدخلات الدفاعيه، والماتش اللي فات 4 نقطتين و4. موكيلي جايب النهارده 4 والماتش اللي فات 6 عشان الاسيستات. شكرا يا عم موكيلي والله العظيم، كتر خيرك، كتر الف خيرك على كده. نروح يا جماعه المباراه بقى مهمه جدا وهي مباراه مانشستر سيتي قصاد وولفرهامبتون. انا لما سيمينيو حط جول دخلت ابص في تشكيلتي وانا جبت سيمينيو، ما انا جبت كتير، انا جايب 4 لعيبه فمش فاكر جبت مين. لقيت نفسي جايب صلاح وكابتنه، تهت شويه ما اعرفش، تهت لدقيقه كده في توهان حصل جوايا. المهم مانشستر سيتي بيبدا الماتش ومرموش بيلعب تمام، ولكن بتتكلم فودن قاعد دكه، وبتتكلم ان واحد زي نونيز بيلعب صحيح، مش كان مريض بيلعب. فنونيز لعب يا شباب، وهالاند دك، فودن دك، فالاتنين دكه هينزلوا ولا مش هينزلوا دي خازوق. يعني اي حد مش بكابتن هالاند او بايع هالاند زيي عايز هالاند ينزل، عايزه، خايف يسجل. لا اصل هالاند لو ما نزلش الكابتنه هتروح على الفايس كابتن ومش عارف اللي هينزلك حد من على الدكه وحوار، فهيتضر قوي اللي هو مش كابتن هالاند، اللي مش كابتن هالاند. فانا واحد بايع هالاند اساسا، فكنت اتمنى كده بصراحه. انا اسف بس هو نزل جاب نقطه في الاخر. بس اللي يغيظ بقى طبعا الماتش خلص في الاخر 2-0 بأعجوبة يا جماعه، بأعجوبة يا جماعه والله العظيم. فريق زي اسمه ايه ده وصل للمرمى وعمل شغل عالي جدا، متوقع يسجل نص هدف، متوقع يسجل نص هدف او اكتر من نص هدف، والسيتي متوقع يسجل اقل من هدف. طبعا في ضربه جزاء للسيتي ما اتحسبتش،
صرف ضربه جزاء. ماتياس نونيز بيخف من الانفلونزا بتاعته، يعمل لك اسيست، ياخد لك كلين شيت، ياخد لك انذار، كان ناقص يعمل تدخلات دفاعيه، لكن الراجل في الاخر خالص بيطلع يا شباب ب 11 نقطه. عظيم قوي الواد ده يا جماعه، من اللعيبه الاندر ريتد جدا 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 الموسم ده. 3% اونر شيب غريبه. المهم وولفرهامبتون في الشوط الثاني خد السيتي غسيل ومكوى. وولفرهامبتون في الشوط الثاني عمل شغل عالي بطريقه انت مش متخيلها، شغل عالي قوي قوي قوي. الواد ماني ده يا جماعه جامد قوي، الواد ماني ده جامد قوي 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 قوي. لا خلاص ده في تشكيلتي في الوايلد كارد، ده من اوائل الناس في تشكيلتي في الوايلد كارد. تعالى يا معلم نور. جوه لعب عمل كلين شيت كما هو متوقع، بس بصراحه ساندرلاند كان هيضيع. ماتش ما كانش فيه فرص لمانشستر سيتي غير فرصه سيمينيو، صاروخ في العرض، اسيست من فيل فودن، ولا فودن خد الاسيست ولا سيمينيو خد الجول. بس حلو قوي ان سيمينيو يا جماعه الراجل للاسف ما خدش بونص طبعا، فجاي في الاخر 8 نقط بس كويسين، احسن من صلاح واحسن من هالاند. والله اعلم تياجو بكره هيعمل ايه. مبروك يا كابتن سيمينيو يا مصطفى يا غريب، كنت كابتن ايكيتيكي. ايكيتيكي اللي قاعد دكه ليه؟ معرفش، قال لك عشان اختبار لياقه. انا مش فاهمك يا عم ارن سلوت. يا جماعه ايكيتيكي لو موجود في اول ربع ساعه في الماتش هيسجل جول وش، مساحات واسعه جدا. وصلاح كان هيروح بكذا كوره وراح، وكوره جات له في الطاير حطها وحش قوي، وكوره جات له بيعمل يعني في كوره كده يا جماعه اللي هو صلاح يا ياخد الكوره ويضم بيها ويسجل ويسد على الاقل حتى، يا اما يعمل اسيست عرضيه مره واحده كده حلوه. قام مدي تمريره للعيبه بورنموث. انت بتعمل ايه يا عم؟ انت عبيط يا ابني. مستوى مزري صلاح، انا جايبه بس اللي هو يمكن يصطفيك في ماتش وخلاص، مش عايز غير الماتش، ولكن ما اصطفاكش. سوبوسلاي بيسجل من فاول، اسيست من صلاح. سوبوسلاي شغال حلو جدا يا جماعه. طبعا الكلين شيت بتاع ليفربول يعني لا حول ولا قوه، ده خسروا اصلا في الاخر كمان. فيرجيل فان دايك سجل جول، فيعني ده حاجه كويسه. اعتقد عمل تدخلات دفاعيه وكان عمال يشيل كور كتير. اعتقد عمل تدخلات ما عملش، ما وصلهاش، بس في الاخر جايب 7 نقط برغم ضياع الكلين شيت والخساره في الاخر. كروبي ما عملش حاجه يا جماعه. ايفان نيلسون سجل جول. عموما يوم جميل لسيمينيو وناديه القديم اللي بيبعد عن مناطق الهبوط. فبورنموث جميل جدا بصراحه، وعمل شغل عالي جدا في الماتش زي ده. سوبوسلاي جول واسيست، يا نهار ابيض. سوبوسلاي يا جماعه من كام جوله؟ من 10 جولات تقريبا او من 9 جولات الناس جابته بصراحه. عنده ماتشات كويسه قصاد فريق زي برايتون، توتنهام، وولفرهامبتون، ليدز، مش عارف ايه، عظمه. بلانك كله، اقسم بالله بلانك كله. ده ايه الهبل ده العبط ده، ايه الجنان ده، ايه الغباء ده، يا عم مش عارف اقول لك ايه. مستفز قوي سوبوسلاي. بس النهارده بيسجل جول وهو بقى ملكيه يا جماعه اصلا صغيره، نزل بقى 5% ملكيه بعد ما وصل 20 تقريبا في المية. اما بلانك فقال خلاص بقى انا نزلت 5% اشتغل. انا واحد بحب اللاعب بحب يبقى ديفرنشال. ليفربول بيفوز بوسط اداء سيء جدا من الفريق كله على فكره. جاكبو برده سيء جدا يا جماعه. اعتقد ليفربول مش هيعتمد عليهم في الوايلد كارد، لان عندهم السيتي، عندهم نيوكاسل، سيتي، ساندرلاند، نوتنجهام فورست. 4 ماتشات ليست سهله اطلاقا. انا شايفها ليست سهله اطلاقا. بعدها ممكن نبقى نشوف بعد 4 ماتشات دول. طيب فاضل ماتشين معانا، برايتون وفولهام. هاري ويلسون ما عملش حاجه في الماتش. هاري ويلسون ما كانش حلو في الماتش، بس فيربريجن قال له والله ما مزعلك، انت متالق اخر فتره، ومعلش يا هاري ويلسون انت موجود في التشكيله بتاع محمد صلاح اللي انا موجود فيها، فانت شوط الفاول ده في البعيده وانا هترمي عليه بس هخبطها في ايدي تخش. الحمد لله ما اتحسبتش اون جول ولا حاجه. فهدف ويلسون في اخر دقيقه بينقذ ناس كتير جدا. اندرسون النهارده عمل اسيست وكمان واخد تدخلات دفاعيه وجايب تقريبا 7 نقط حاجه زي كده. اندرسون يعني جايب كام نقطه؟ جايب 7 و2 بونص كمان يا شباب، عظمه العظمه، او 1 بونص كمان زي الفل. ولكن على ذكر البونص فمفيش اجمد من دوبرافكا يا جماعه. السلام. حطيت حارس زي فيربريجن في الدكه جاب نقطه، دوبرافكا جاب 5. لا دوبرافكا كان جايب 6 و3 كان جايب 9. دوبرافكا كان جايب 9 نقط، نزل من 9 ل5 بسبب الجول الثاني اللي دخل فيه عن طريق روميرو، فنزلوا النقطه، والبونص 3 بقوا 1، فكان هياخد
من 3 نقط زياده كان هيبقى 8 يا ربي، كان هيبقى 8 نقط بدل 5. بس حلو، مش اي مشكله خالص. نادي توتنهام فريق سيء جدا يا جماعه. كان الناس تقول لي هات تشافي سيمونز، يا جماعه ولا وجع دماغ يا جماعه تشافي سيمونز يا عم يعني بتتكلم يا جماعه. روميرو وفان ديفين سجلوا اهداف بس البونص بعيد عنهم، مش في البونص غير روميرو في البونص لكن فان ديفين لا. يعني ماشي، روميرو خد بالك مسجل 3 ماتشات ورا بعض، ده رقم تاريخي. بكره ماتشات برضو مهمه جدا، ماتشات ممتعه كرويا اكتر من فانتزويا، ولكن كده مع بعضينا في الفانتزي وفي الكوره. هنشوف مباراه برينتفورد ونوتنجهام فورست، ونشوف عمو تياجو وعمو شادي هيعملوا ايه، نشوف مباراه كريستال بالاس وتشيلسي، ونشوف الناس اللي جابت انزو فرنانديز او اللي عنده من دفاع برضه تشيلسي، محدش عنده من كريستال بالاس قوي. نشوف برضه كريستال بالاس هيتحسنوا ولا ايه اللي هيحصل. نشوف برضه مباراه زي مباراه نيوكاسل واستون فيلا، واللي عنده بقى واحد زي روجرز، واللي عنده ماتي كاش، واللي عنده ثياو، واللي عنده اول، واللي عنده جوردون، وجوردون اللي بعته هيعمل ايه، ولا بارنس اللي انت جبته هيعمل ايه، ولا فولت ميدلسبرت عليه، ولا ويسا اللي ممكن يلعب مكانه. كل التفاصيل دي بكره. ماتش اخير ارسنال ومانشستر يونايتد، مانشستر هيكمل في المستوى اللي هو كان ماشي عليه وصاد فريق زي السيتي وهيعمل مرتدات كويسه جدا وهيضيع الكلين شيت ولا لا؟ برونو هيشتغل ولا لا؟ هيجيله ضربه جزاء ولا مش هيجيله؟ امبوي ممكن يعمل حاجه اللي هو التاني افضل لاعب تم شراؤه ولا لا؟ طب ساكا يا جماعه الناس صابره عليه، في ناس صابره عليه لسه، هيشتغل ولا هيسيب برضو الرايه لرايس، ولا رايس نفسه مش هيشتغل اساسا بكره؟ فاسئله كتير جدا هتبقى بكره، وحاجات كتير جدا هتكون بكره. خليك بس متابعني على الفيسبوك، تويتر، يوتيوب، كلنا مع بعضينا ان شاء الله، ويعني كلنا في الهوا سوا. اشوفكم ان شاء الله على خير في حلقات ولايفات برضه كتير. السلام عليكم.